أحلى وأجمل وأرق تحية نبعثها لكم مشاهدينا أينما كنتم. حلقة جديدة وبرنامج أصوات في الغربة. مثل ما عودناكم في كل حلقة نلتقي بضيف في الغربة. اليوم راح أعرف عن الضيف، راح أخليه هو يعرف عن نفسه. بداية اسمك؟ عمر علي. بالبداية أقول لك رمضان كريم. على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عمر، أنت من وين؟ أنا من مدينة الحلة. من محافظة الحلة. ايش قد صار لك هنا بالغربة؟ يعني تقريبا 8 سنين. 8 سنين، وإحنا بشهر رمضان. يعني شنو الذكريات اللي بقت عالقة بذهنك من الحلة، وحاولت انه تعيد هذه الذكريات هنا بالغربة؟ ممكن انه تعيد هذه الذكريات هنا من خلال اكلة معينة، من خلال انه تلتقي ببعض اصدقاء ربما جمعتكم الغربة هنا. والله الصراحة يعني ما لقينا اللي كنا نفكر بيه انه موجود هنا بالغربة. الغربة شيء صعب وما ما ينحمل، يعني ما يستطيع واحد يحمله، يتحمل الغربة. فقدنا أهلنا، فقدنا أحبائنا، فقدنا أصحابنا، فقدنا أيام الطفولة. هنا ما موجود اللي كل شاب كان يحلم به. والله ما لقيت شيء هنا اللي يذكرني بالعراق، أيام العراق وأيام أصدقاء، أيام الأهل. برا بالغربة ما موجود، بس ببلدنا موجود. وللأسف أنه بلدنا نقول إحنا ضاع وإحنا هم ضعنا وياه. رسالة حاب توجهها للعراق؟ أتمنى يرجع السلم والسلام للعراق والأمان، أنه أرجع حضن أهلنا، أصدقائنا، جيراننا، أقاربنا، نرجع الحياة إن شاء الله. إن شاء الله. إذا إن شاء الله يا رب الله يستجاب الدعاء. رمضان كريم مرة ثانية، ونتمنى أنه نلتقيك بمرات أخرى ويكون الحال أفضل، وفعلا عم السلم والسلام على العراق أجمع. شكرا لك. إن شاء الله. أهلا وسهلا بك، يا مرحبا. إذا أحبتي وصلنا وياكم إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم. انتظرونا وحلقة جديدة وأصوات في الغربة. إلى اللقاء.